في طيات الزمن أبواب تفتح، حروف منسية وأسرار تذبح، أبطال سقطوا وآخرون نجوا، خطوة واحدة والحكاية تبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم الجديد في طيات الزمن. في هذا الفيديو غناخذكم في رحلة إلى حياة أحد أعظم العقول التي عرفها التاريخ، نيكولا تسلا، العالم الذي أضاء العالم باختراعاته، ولكن النهاية ديالو كانت مليئة بالأسرار. استعدوا باش تكتشفوا القصة ديالو المدهشة من بدايته المتواضعة إلى إنجازاته المبهرة والأسرار التي أحاطت به حتى بعد وفاته. في طيات الزمن أبواب تفتح. نيكولا تسلا ما كناش غادي نعرفوه قبل بروزه في ساحة العلماء. كان أصيب بالكوليرا وكان على وشك الموت. كان الوالد ديالو كيصر على أن يصبح نيكولا تسلا كاهنا، لكن تسلا رفض بشدة. في لحظة يأس هو في فراش الموت كيقاوم المرض، قال باه إلا سمحتي لي ندرس الهندسة فسأحاول النجاة. وافق الأب ديالو، وبشكل مفاجئ نيكولا تسلا بدا كيتعافى وكأنه حصل على فرصة جديدة في الحياة. وبطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى هو السبب في نجاة نيكولا تسلا، لأنه كان خاصو يكون باش نوصلوا لهذه درجة العلم في الكهرباء والاتصالات اللاسلكية اللي وصلنا لها اليوم. نيكولا تسلا ولد عام 1856 في كرواتيا لعائلة متواضعة. كان طفلا غريب الأطوار، فضولي بشكل لا يصدق، يحب القراءة، الاختراع منذ الصغر. كان كيحلم تغيير العالم من خلال العلم. 1875 كيلتحق تسلا إلى جامعة غراتس للتكنولوجيا في النمسا، حيث برع في الرياضيات والفيزياء، ولكن ما قدرش يكمل قرايته بسبب مشاكل مادية. تسلا قرر يسافر للولايات المتحدة باش يخدم مع إديسون اللي كان آنذاك من أشهر المخترعين. لما تلاقى مع إديسون قال له إديسون أنت عبقري شاب، غنعطيك $50,000 إلا تمكنتي من تحسين مولدات التيار المستمر الخاص بيا. عمل تسلا وتمكن من تحسين النظام، لكنه عندما طلب المكافأة ضحك عليه إديسون، قال لي أنت لا تفهم الدعابة الأمريكية. تسلا شعر بالإهانة وترك العمل. من بعد انطلق تسلا في طريقه بوحده، اخترع التيار المتناوب اللي غير طريقة توزيع الكهرباء في العالم. اختراعاته كانت لا تصدق: أول جهاز للتحكم عن بعد، أول محاولات لنقل الكهرباء اللاسلكيا، وحتى أنه حاول يطور طاقة مجانية للجميع. كان غيدير المزيان مع كل شيء، العالم كامل. لأنه عام 1825 نجح تسلا ببناء أول محطة كهرومائية في شلالات نياجار، وهو إنجاز غير مستقبل الطاقة في العالم. اختراع ملف تسلا اللي تأسس لمفهوم الاتصالات اللاسلكية والراديو، وضع تسلا أساسيات نقل الطاقة اللاسلكية، وكان كيعتقد أنه يستطيع توفير الكهرباء مجاني للجميع، لكنه لم يجد دعما كافيا. عام 1901 كان تسلا كيخدم على مشروعه الأضخم، برج واردنا كليف، وهو محطة لنقل الكهرباء والاتصالات اللاسلكية عبر الأرض. لكن الممول جي بي مورغان سحب الدعم ديالو لأنه خاف من الاختراع يصبح مجاني للجميع. الطريق اللي كان شاد تسلا ما كانت سهلة، لأنه خاض معارك شرسة مع إديسون، لدرجة أن إديسون دعا تسلا في المحكمة لأنه كان كيعتقد أن تسلا كان كيقلد الاختراعات ديالو. ولكن تسلا تمكن أنه ينجح في إقناع العدالة لبراءة الاختراعات ديالو، ونجح في القضية ديالو. ولكن من وراء هذا الشيء تسلا كان كينتظر غير الأسوأ، لأن تسلا في واحد النهار غيتفاجئ بالمكان اللي كيخدم فيه كله تحرق. ما عرفش الدقة منين جاتو. مشاو ليه كاع الأبحاث ديالو، الأوراق، الرسومات الهندسية، براءة الاختراع ديالو، ولكن ما غاديش يستسلم، لأنه كان كل شيء مخزن عنده في الراس هنا. وغيقلب على مكان آخر باش يكمل الأبحاث ديالو، وغادي يوقف مرة أخرى على رجليه. لكن الحرب غتبقى مستمرة، لأن بعض رجال الأعمال شافوا فيه أفكار تهديدية للمصالح ديالو. بعضهم وصفوه بالمجنون، بينما حاول آخرون سرقة الأفكار ديالو. تسلا مات فقير وحيد في غرفة في فندق نيويورك، لم يحظى بالتقدير اللي كان كيستحق في حياته. ولكن اليوم العالم كامل يدين له بفضل أفكاره اللي كانت سابقة لعصرها. والسؤال اللي باقي غامض: شنو الأسرار اللي كانت في أبحاثه؟ وهل حقا كان لديه اختراعات يمكن أن تغير العالم ولم يسمحوا له بإكمالها؟
إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا لنروي لكم المزيد من القصص العباقرة الذين غيروا العالم. ما رأيكم في حياة نيكولا تسلا؟ وهل تعتقدون أن اختراعاته كانت تشكل خطر على العالم؟ شاركونا رأيكم في التعليقات. شكرا لكم. في طيات الزمن أبواب تفتح، حروف منسيح